اهلا بيكم فيديو جديد. طبعا انتوا عارفين الغردقه مليانه جزر جميله جدا بتتميز بطبيعتها المختلفه. النهارده هناخد جوله في جزيره من الجزر دي، جزيره اورنج باي، والطبيعه فيها وجمالها. مبدئيا كده الرحله بتبتدي الساعه 8:30 الصبح على يخت بالشكل ده. بس اهم حاجه قبل ما تطلعوا الرحله وتتفقوا مع الشركه، تتاكدوا ان الشركه اللي انتوا طالعين معاها مدياكوا اسعار كويسه، لان الرحله دي اسعارها بتتفاوت من شركه لشركه، ساعات بتلاقوها بضعف الثمن او ب3 اضعاف حتى، فلازم تتاكدوا من النقطه دي. اليخت زي ما انتوا شايفين عجبني جدا ونضيف وحلو، وطول ما انتوا ماشيين في البحر هتلاقوا مناظر جميله. اليخت اتحرك من المينا وفي خلال ساعه ونص تقريبا بتكونوا وصلتوا الجزيره. هتتصوروا كتير، هتشوفوا مناظر جميله طول ما انتوا ماشيين في البحر، دي لوحدها متعه. المسافه من المينا لحد الجزيره، وطبعا زي ما انتوا شايفين الميه اتغير لونها خالص، بقى اللون التركواز اللي احنا بنروح له المسافه دي كلها علشان نشوفه ونستمتع بيه. دي مركب صغيره بنطلع منها من اليخت عشان نقدر نروح الجزيره. اليخت ما بيروحش لحد الجزيره، بتكون مسافه دقيقتين لحد ما بتوصلوا الجزيره بالمركب دي. طبعا هتروحوا الجزيرة تلاقوا حركات عاملين مرجحة في المية، بتقعدوا في الجزيرة من ساعة لساعتين على حسب المتفق عليه في الرحلة، وبعد كده بتطلعوا باليخت تاني. اللي ما عجبنيش في الجزيرة حاجتين: اولا ما فيش ان انتوا دش ان انتوا تقدروا تشيلوا المية المالحة من عليكم. اسعار الكوفي شوبس هناك غالية، لو هتاكلوا او تشربوا حاجة في الجزيرة مش هتحسوا قوي بالموضوع ده غير لو قعدتوا كتير في الجزيرة. لو مشيتوا على طول الموضوع مش هيفرق معاكم. طلعنا باليخت تاني، شفنا مناظر تانية حلوة، وطبعا يا جماعة انا بنبسط قوي برحلة اليخت دي. الرحلة شاملة غدا، بتتغدوا وانتوا في طريقكم للعودة من الجزيرة. وانتوا ماشيين هتعملوا وقفتين سنوركلينج علشان تشوفوا الشعب المرجانية والمناظر التحفة اللي تحت المية والسمك الملون. واحنا ماشيين طبعا باليخت عشان بنعمل وقفات السنوركلينج، لقينا حاجة حلوة قوي، لقينا 2 دولفين بيلعبوا في المية، بيعوموا جنب الناس اللي بتعوم عادي جدا، فاستمتعنا بيهم قوي. قعدنا نصورهم صور وفيديوهات لحد ما اختفوا خالص من قدامنا. اللي في المركب معانا قال لنا انه نادر جدا ان الدولفينز تطلع، يعني ظهورها مش كتير، فدي حاجة بسطتنا يعني انه اثناء رحلتنا ان احنا نشوف الدولفين. وبنكمل رحلتنا في طريقنا للعودة للمينا في الغردقة. الساعة تقريبا بتكون 5:30 انتهاء الرحلة. الرحلة دي عجبتني قوي، اللي يروح الغردقة لازم يروح اورنج باي، هتستمتعوا جدا يا جماعة. اعملوا لي فولو على صفحة الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى اليوتيوب عشان تشوفوا كل الاماكن الحلوة اللي انا بروحها وبصورها لكم. وما تنسوش تقولوا لي ايه اكتر فقرة في الرحلة حبيتوها. اشوفكم الفيديو جاي على خير، باي باي.